السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة بعنوان محدش بيصور خيبته، بس أنا عادي صورتها، مفيش أي مشكلة، عادي يعني. هقولك على حاجة، مهما كانت حجم شطارتنا مفيش حاجة في حياتنا ما فشلناش فيها. أكيد كلنا فشلنا في حاجات كتير قوي في حياتنا. تمام. أنا النهاردة عملت ممبار، عايزة أقول لكم ممبار عالمي، محدش في الدنيا عمل زيه ولا يعرف يعمل زيه. تمام. عايزه اقول لكم كده يعني بدون اي مقدمات، تعالوا نشوف انا انتقمت من الممبار ده ازاي، قصدي سويت الممبار ده ازاي. تمام. واقول لكم انا عملت ايه علشان محدش يخيب خيبتي ومحدش يغلط غلطتي. جبت اول حاجه كده معايا ربع كيلو ممبار ضاني، كان باقي عندي من الاضحيه بتاعه العيد. تمام، يعني ده اللي كان باقي عندي من الاضحيه، فقلت بقى ان انا ايه اعمل كده افتكاسه فيه، والحمد لله جت على دماغي. بس عادي يعني، الحمد لله عدت على خير وما روحتش قعدت عند ماما. تمام. بعد ما غسلت الممبار كده كويس جدا بالدقيق والليمون، بعد كده ايه سبته كده على جنب، ورحت بقى اجهز معايا الخلطه بتاعته. اول حاجه كده في طبق ضفت معايا بصلتين مقطعهم مكعبات صغيره، معاهم برضو قرنين فلفل مقطعهم مكعبات صغيره بعد كده نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من المرقه الفوريه. تمام. بعد كده برضو معلقه صغيره من الفلفل الاسود، زيها معلقه صغيره من السبع بهارات. تمام. بعد كده شويه من الخضره بتاعه المحشي او الخضره اللي احنا بنضيفها على الخلطه بتاعه الممبار عادي. بعد كده هبدا بقى ان انا بايديا كده اخلط كل ده كده مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين، يعني كاني ايه بعجنه كده بايديا، او مثلا ايه يعني هقعد بقى ايه اعجنهم كده او ادعكهم كويس جدا بايديا. تمام. اعجنيهم كده يعني كويس، اعجني كده وافتري كويس قوي قوي، يعني ما تقصريش وما تستخسريش. تمام، عشان الوصفه تبوظ مع قصدي تطلع حلوه معاكي زي ما طلعت معايا ما شاء الله. ونتقابل كلنا عند ماما في النهايه ان شاء الله. تمام. بعد كده رحت جايبه بقى ايه شويه كده من الصلصه اللي انا كنت عاملاها معاكم، بتاعت صلصه رمضان، فاكرينها؟ الحمد لله لسه باقي عندي منها شويه. وضفت بعد كده برضو حوالي كوبايه من الرز المصري، غسلاه ومصفيه كويس، طبعا لازم نهتم ان احنا لازم نغسله اكيد يعني. تمام. نحاول ان احنا يعني نراعي، نمشي على الخطوات بالظبط عشان خاطر الوصفه تطلع معانا زي ايه زي الفل ان شاء الله باذن الله كده يعني. مش هوصيكم بقى ها، عشان خاطر كلنا نتقابل سوا كده عند ماما بامر الله. بعد كده رحت بقى ايه قلبت كده كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده، قلب قلب قلب. وبعد كده جبت بقى الممبار العظمه بتاعي، استغفر الله العظيم، العظمه لله وحده. يعني انا عايزه اقول لكم الممبار ده يعني يتاخد عليه والله العظيم جايزه. حقيقي الحمد لله يعني ان انا خبيته في وسط الاكل وعدت على خير، وجوزي يعني ايه ما عمليش عليه حوار، الحمد لله يعني اتدارى في النص في النهايه. جبت بقى الممبار كده الحلو بتاعي دوت، ورحت ايه بقى ركبته كده في القمع يعني عشان خاطر نحشيه. ما الست المصريه يعني بتحشي الممبار ازاي؟ اكيد بتحشيه بالقمع. المهم، وخاصه كمان يعني ان ده ممبار ضاني فمتعب شويه في حشوه. ماشي. انا عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت انا اول مره اعمل بيها الممبار، انا كنت على طول بسبك عادي زي كاني بسبك للمحشي. بس الطريقه ديت بتاعت الخلطه دي حلوه جدا وممتازه، ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم، بس ما تعملوش بقى الغلطه او الكارثه اللي انا عملتها في غسيل الممبار. الغلطه بقى اللي انا غلطتها بقى وانا بعمل الممبار دوت، يعني وانا بغسله حبيت بقى ان انا اعمل فيها كده ايه يعني ست الناصحين، وما سمعتش نصيحه والدتي، يا رب ربنا يديها الصحه. تمام. ويعني ادي جزات اللي ما يسمعش كلمه ماما تقولها. مامتي يعني ربنا يديها الصحه يا رب، بعد ما عملنا الممبار قالت لي لو هتاخديه يا ام نوران ما تقلبيش الممبار دوت بعد اذنك وتجرديه بالسكينه. فانا حبيت بقى ان انا اعمل نصحه بقى وايه يعني، قلت ايه لا النظافه قتلتني، قلت يا بنتي لا، لازم تقلبي الممبار. ماشي. وتجرديه كده بظهر السكينه. ودي كانت الكارثه، ان انا عايزه اقول لكم يا جماعه مش ان انا مش غسلت الممبار، انا سلخته. تمام. طبعا بدات اخد بالي من الكارثه اللي انا عملتها امتى وانا بحشي الممبار. زي ما هتاخدوا بالكم كده معايا ان الممبار زي ما انتم شايفين في جزء منه كده او جنب منه الرز شافف فيه، يعني بيشف كده الرز. تمام. فطبعا الجزء الشفاف ده وارد جدا ان هو هيتقطع، سواء سلقتيه او سواء عملتيه في الكيس الحراري زي ما شفتوا معايا كده في مقدمه الفيديو. تمام اهو، واضح قدامكم اهو. تمام. لما تلاقي الممبار معمل معاكي بالشكل ده كده، اتاكدي يا ست الكل ان الممبار هيفرقع منك اثناء التسويه. تمام. طبعا انا قعدت اوح نفسي واقول يا بت لا ان شاء الله مش هيفرقع، ان شاء الله توكلي على الله وخليها على الله، ويا رب بس ما يفرقع عشان خاطر جوزي ايه ما ينكدش عليا. والحمد لله انها عدت على خير، وزي ما قلت لكم ايه يعني انا دريته في وسط الاكل التاني وما خدش باله. ماشي. يعني انا عايزه اقول لكم ان شكله في الاخر هيطلع بسم الله ما شاء الله شكل يعني لا احسد عليه. يعني هيطلع معايا مش منبار، هيطلع معايا حاجة كده شبه الأشكال الفضائية. هتشوفوا معايا وهتحكموا في النهاية. تمام. المهم اسكت اسيب المنبار؟ لا ما ينفعش، انا تعبت وصرفت وكلفت ووقفت، لا يا بنتي لازم تكملي للنهاية.
قلت يا بت تحدي نفسك وكملي، وان شاء الله باذن الله ايه هتتفوقي على نفسك، وايه يعني ربنا هيخيب ظنك، والمنبر ده مش هيجرى له اي حاجه. كملت واتحديت واوحت نفسي زي ما بيقولوا، وقعدت اكمل بقى ايه بقيه الربع كيلو الممبار، وقعدت احشي فيه زي ما حضراتكم شايفينه كده. في البدايه كده بدات ان انا في الاول احشي بالمقوار. لقيت ان المقوار مثلا هيطلع حجمه كبير، فمش نافع معايا خالص، مش هينجزني بالمره. رحت جايبه بقى اليد او الدراع بتاع المضرب بتاع البيض، واشتغلت بيه بقى، وزي ما حضراتكم شايفين كده ادي اديله ادي. وبعد كده كل ما بقى يعني كل ما بحشي كده ايه حته حلوه كده، بروح قطعها بالسكينه على حجم مثلا انت عايزه الحجم بتاع الممبار عندك قد ايه. اهم حاجه وانت بتحشي الممبار زي ما انا عامله كده، ما تحشيش الممبار وتكبسيه رز قوي، عشان كده كده برضو بعد التسويه الممبار بعد ما يفرقع، قصدي بعد ما يستوي ان شاء الله، هتلاقي الممبار معاكي يعني ايه الرز نفش فيه وملا مركزه كده يعني تمام. المهم خلصت بقى الكميه كلها كده زي ما حضراتكم شايفين، ورحت بقى ايه قلت يا بت روحي شغلي الفرن. شغلت الفرن على درجه حراره 180 ماشي. ورحت ماسكه الصينيه بقى اللي انا هسوي فيها الممبار بقى، وجبت الكيس بقى الحراري. طبعا بقى ما احنا صارفين ومكلفين تمام. وقلت إيه ان شاء الله باذن الله هيستوي وهيطلع 100 فل و10، والحمد لله برضو اللي حسبته لقيته تمام. يعني بقى انا عايزه اقول لكم برضو على حاجه، ان يعني انا ما فشلتش فشل ذريع يعني، لا انا انقذت ما يمكن انقاذه، وهتشوفوا معايا في النهايه برضو انا عملت ايه تمام. المهم جبت الكيس كده زي ما حضراتكم شايفين، ورحت فتحته كده جوه الصينيه، وجايبه بقى مقاس الكيس اللي هو ايه اللي بياخد بطايه، عشان خاطر الممبار ياخد راحته ويفرقع، قصدي يستوي براحته جوه الكيس تمام، ياخد راحته كده وينفش مع نفسه براحته تمام. جبت بقى الممبار كده وجوه الكيس كده، بقيت استف الممبار زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل القمر ده. يعني ارصه كده يعني ايه يعني ارصه مفروض، هو كده كده بعد التسويه بياخد وضعه يعني وبياخد شكله تمام. لا قفلت الاطراف بتاعته ولا ربطتها ولا بخيط ولا عقدتها ولا اي حاجه. المهم قعدت ارص كده ارص زي ما حضراتكم شايفين تمام. كل بقى واحدة ممبار كده فوق التانية بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده تمام. عايزه اقول لكم برضو من اللي بعد التسويه هيطلع برضو معايا ما شاء الله بالرصه بتاعته كده زي ما هو يعني ايه، ولا هيخرج منه رز ولا اي حاجه. طبعا ما تصدقونيش عشان اللي انا بقوله ده مش هيحصل خالص في النهايه تمام. لو كنت حتى برضو سلقت الممبار زي ما احنا ما بنسلقه عادي في حله كده على النار وفيها ميه، كان هيعمل معايا نفس اللي عمله لما انا سويته في الكيس الحراري. لان طبعا زي ما حضراتكم شايفين الممبار معايا شافف ازاي وما شاء الله، يعني نقاء الممبار بصوا ما شاء الله بيشف الرز كده شف تمام. طبعا دوت الغلط اللي انا وقعت فيه، بنبه تاني وبكرر محدش يغلط غلطتي، محدش يخيب خيبتي تمام. بعد كده جبت بقى ايه التشريبه بقى او الشوربه الحلوه اللي انا عملتها للممبار دي اللي هيستوي فيها ان شاء الله كده. ايه بقى هي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه كبيره من الصلصه، وعليها حوالي كوبايه من الميه، كوبايه كبيره من الميه، وحاطه بقى معاها التوابل والبهارات بقى يعني ملح فلفل كمون 7 بهارات تمام. نوعي كده شويه بهارات حلوه من عندك، عايزه تحطي مرقه تمام ماشي عشان تبقى شوربه معاكي. عايزه اقول لكم بقى ايه يعني بدعوا افتروا كده بقى ايه زي ما انا ما افتريت تمام. ما احنا بقى صارفين ومكلفين، ده ممبار، هو الممبار بيتعمل كل يوم ولا ايه؟ بعد كده بقى رحت ايه قفلت الكيس الحراري زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بيبقى معاه بقى القفل بتاعه دوت اللي انا يعني ببرمه حواليه ده او بلفه حواليه دوت بقى بيكون موجود معاه في الكيس بتاعه تمام، او في العلبه بتاعته. بقفل عليه كويس جدا كده، وطبعا الكيس هيتنفخ مني في الفرن، فما ينفعش طبعا انه يتنفخ ويفرقع، ما كفايه الممبار هيفرقع يعني هنفرقع الكيس كمان ولا ايه؟ المهم رحت جايبه السكينه كده زي ما حضراتكم شايفين، ورحت بقى مفتحه كده بالسكينه كده، عملت فتحات. ضروري بقى زي ما قلت ان احنا ناخد بالنا من فتحات التهويه ديت عشان الكيس ما يفرقعش معانا في الفرن تمام. بعد كده كنت غاليه معايا ميه في الكاتل طبعا علشان خاطر الميه ديت بتساعد على التسويه بتاعه الممبار في النهايه تمام. انا بتكلم بجد والله مش عشان خاطر انا عاملاه يعني، محدش بيشكر في عمايله والله، يعني هو ما شاء الله شكله بيتكلم عن نفسه تمام. بعد كده دخلته الفرن معايا على الرف الاوسط، بيقعد معايا حوالي ساعه الا ربع على درجه حراره 180. بيطلع معايا بسم الله ما شاء الله بالشكل القمر التحفه اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان الشوربه بتاعته كمان ريحتها جايبه اخر الشارع تمام. الناس كلها عرفت ان احنا عاملين ممبار في اليوم ده تمام. بس ممبار ايه بقى يعني عينك ما تشوف الا النور. عايزه اقول لكم بقى هنا بسم الله ما شاء الله كده يعني اللهم لا حسد. اتفرجوا معايا بقى على اللي انا عملته في نفسي. الحمد لله ان انا جوزي كان في الشغل في الوقت ده، فيعني داريت اللي عرفت ان انا داريه وانقذت ما يمكن انقاذه الحمد لله. بس بالامانه عايزه اقول لكم على حاجه، والله يعني بغض النظر عن المنظر القمر اللي انتوا شايفينه ده، بس عايزه افاجئكم واقول لكم ان انا جوزي انبهر بالشوربه بشكل مش طبيعي والله العظيم. كمان انا عايزه اقول لكم على حاجه،
الحمد لله ان هو يعني ايه ما اتكلمش على المنبر ولا حاجه. هو بيقول لي هم دول شويه المنبر بس. قلت له اه يا حبيبي، ما هو اصل احنا مثلا ايه، قبل ما انت تيجي الولاد جاعوا، فسويت لهم بقى هم الممبار، حمرت لهم وهم كلوا. طبعا بغض النظر عن المنظر اللي ده طبعا مش باين ان كان ممبار دوت ايه عجالي ولا ممبار سحالي ولا ده اصلا ممبار ايه. المهم جوزي كل واتبسط والحمد لله، واليوم عدى على خير. وعايزه اقول لكم بقى على مفاجاه، انا يعني جوزي طبعا ما يعرفش لحد دلوقتي لانه ما شافش الكلام ده كله. انا عامله حسابي انه بعد ما يشوف الفيديو ده يبقى فيه كلام تاني. فانا مجهزه شنطه هدومي كده وعامله حسابي ان انا في اي وقت كده هتشحن على بيت ماما وعلى بيت بابا. فالحمد لله يعني. عايزه اقول لكم بقى ايه، يا رب جوزي ما يشوف الفيديو ده عشان خاطر ايه ما يقلبش عليا. الحمد لله. عايزه اقول لكم والله يا جماعه، اللي اتكسر واتقطع مني والرز خرج منه بالشكل الحلو اللي شفتوه ده، انا حطيته في صينيه جرانيت وزقته في الفرن تحت الشوايه واتحمر. وعايزه اقول لكم اكلته للولاد وكلت معاهم، وكان الله بالسر عليم. ومحدش يخيب خيبتي ومحدش يغلط غلطتي. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.